ازاي مثلا حد ممكن يتمرن وفي نفس الوقت يروح الشغل ويعمل كذا حاجه؟ بطاطس وفراخ الاتنين معمولين في الاير فراير. صباح الخير او مساء الخير. النهارده فلوج خلي يومي كامل. النهارده يوم شغل طبعا، فعليا تمرين. خلاص التمرين نطلع على الشغل، فهوريكم اليوم كله بيمشي ازاي وناخد برضو التمرين سوا، تمرين ابر. يلا بينا نبدا. الاول طبعا بالتسخين، دايناميك خفيف. في ناس طبعا مش ضد التسخين، يعني في ناس بتحب ان هي تخش المجموعه على طول، تبدا تسخن باول مجموعه زي كابتن بسام كده. بس انا بوسطن، يعني مش بقعد ساعه اسخن، وفي نفس الوقت برضو ايه، مش بسخنش خالص يعني. نفس الكلام بس زاويه تانية. طالما في ابر ففي باي وتراي، فلازم نسخن باي وتراي طبعا عشان المفاصل برضو. مش بنطول بس بنسخن العضله نفسها عشان نبقى جاهز للتمرين. هبدأ طبعا أول حاجة انكلاين شيست بريس على السميث. أول تظبطها بتختلف على حسب طولك وطول دراعاتك. هنا بننزل أهو مع اتجاه الناس. ماشي نايس. أوكي. طبعا التوب سيت بتاعتي بتبقى 3 عشرينات، وأبدأ أول حاجة 20 و20 مجموعة مش هطول. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. اوكي كده خلصنا مجموعة تسخين. طيب انا بلعب ليه على السميث؟ انا عامة بحب بار حر جدا، بس انا عندي مشكلة في ممكن تكون في الراكات، خصوصا تحت الجيم ده مش عارف، بس ان انا بحتاج ان انا اطلع لقدام عشان البار ما يخبطش في الراك. فانا لوحدي طبعا، مفيش حد هيطلع لي البار، فبتفادى كل ده وبخليه. يعني انا بتمرن ابر دلوقتي تقريبا ممكن مرتين ثلاثة كمان، عشان في مصارعة وفي شغل، فده بالنسبه لي مناسب. يعني ممكن اكون بلعب الرجل كمان مره، انا قلت ده قبل كده، بلعب الرجل مره واحده في الاسبوع بس بقسم عليها الفوليوم كله. ف هتلاقي ان انا ممكن عشان عندي شغل فمحتاج اخلص، ممكن العب تقريبا مجموعه واحده لكل حاجه، لان اوريدي انا بلعب الابر 3 مرات. فهي فريكونسي، انت بتقسم المجاميع بدل ما تقسمها في يوم او يومين تقسمها على 3، تبقى المجاميع اقل شويه. بس فببدا على السميث. مش هطول بصراحه. لو جت توب ست حلوه ممكن ما نلعبش باك اوف عشان ننجز. فبس يلا نشوف. كابتن شاري طارق طبعا شاف الفيديو بتاعي الاولاني وقال لي انا محتاج اتكلم شويه مع الكاميرا، وانا استغليت الموضوع ان الجيم الصبح انزل بدري عشان لسه بصراحه ان انا اتكلم وانا حاطط مايك في وسط الناس، ودي حاجه مش يعني هنا مفيش ناس كتير او مفيش ناس تقريبا بتعمل كده اصلا خالص، فعشان كده مش متعود وانا بتكلم ولا حاجه. بس محتاج ان انا ايه، يعني نواجه الموضوع ده عشان حتى الفيديو يكون فيه قيمه شويه، مش مجرد تمرين يعني. ايه رايكم يا جماعه في الستايل اللي انا عامله النهارده؟ بصراحه يعني انا طبعا لو اتكلمت على معاناتي مع الجيمات في حوار اللبس مش هخلص، حصل قبل كده كذا مشكله بسبب الموضوع ده. بص انا شايف ان طالما مش باذي حد عادي، ستايل هارد كور ولذيذ فقشطه يعني. بس يعني دي كالتشر جيمات، فهنعمل ايه؟ اوكي خش تاني اول ما بست برضه كده كده يعني. اعتقد انت محتاج تخش كده سنه. نتسي واحد بس مش عايز يكون فيه ايه امبالانس بين الاتنين. اوكي يلا، برضه مش هوصل للفيلير خالص. 3 4 عدات كده.
اوكي اوكي ماشي. تاني ورم اب ست كده وير دون. حط توب ست، يعني ان شاء الله نعمل حاجه كده كده. لسه هحط برضه الالبو رابس، فايه ان شاء الله تكون مجموعه لذيذه. حاجه من الحاجات اللي الناس مش بتديها حقها بصراحه، موضوع ان انت تركز في التوب ست نفسيا، تبقى جاهز منتلي للتوب ست. بتبقى انت دايما مع اصحابك او ايا كان، انت بتبقى عايز تنجز وتكسر وزن، مش بتركز، مش بتفيجوالايز الحركه قبل ما تخش. اوريدي انت لو جربت تعمل كده ده هيديك تركيز اكبر بكتير، وهيخليك تشيل وزن اعلى. لازم تعرف ان داخل المجموعه دي تاخد منها ايه، فده مهم جدا، وده مهم الناس بتطنشه. على جوردن بيترز بيقول ايه؟ give the set the respect it deserves. احترم المجموعه قبل ما تخشها عشان تديك اللي انت عايزه. بسم الله. بسم الله. اخر مره جبت تقريبا 6 عدات، فاعتقد ممكن نحاول نفس الرينج ده، مع ان واحد مش في احسن حالته، بس قشطة. بسم الله. كمان كمان ما زودناش عدات، بس الفورم كان احسن كتير وبكنترول نيجاتيف، فبالنسبه لي لا جود ست. بس هنخش باك اوف. صدعت سيكا. ماشي. طيب احنا عندنا 10 كيلو، ماشي نزل 20 كيلو، حط 10 كده بنلعب بيه 50 و50. مش عارف، وجع غير مبرر شويه، بس بإذن الله الحمد لله. طبعا محتاج تحسب وقت راحتك ان هو يبقى رينج دقيقتين 3، بس طبعا بصور بالموبايل فمش مش قادر ارجع بصراحه. غير كده في وجع في دماغي غريب. انا بالنسبه لي بحب جدا فكره التوب ست والباك اوف ست، عشان بتديني فرصه ان انا في اول مجموعه على التوب ست احط وزن عالي قوي واكسر واعمل حاجه انا بحبها، هي الاوزان التقيله. في نفس الوقت الباك اوف ست بتخليني العب بتكنيك احسن، فورم احسن، في نفس الوقت واوصل للفيلير برضه. ففي ناس ما بتحبش الموضوع ده، بس انا بصراحه بستمتع بيه جدا. يعني الالبو رابس مش مهم قوي، يعني في ناس ما بتحبش تعملها في الباك اوف ست، بس انا يعني تو جيت ذا موست اوت اوف ات زي ما بيقولوا، نحطها عشان ما نسيبش عدة. اوكي. الشدات بتاعت نيك ستريب دي كويسه جدا بصراحه. معظم الشدات عامه بتبقى معقوله، بس الفكره في اي حاجه سكوتش ان هي بعد فتره دي حاجه انت مش متحكم فيها، فاهم؟ السكوتش ده بيخف، زي ما انت شايف كده بتفلت. اوكي باك اوف. بسم الله. اوكي مش احسن حاجه ان انا اطلع من تحت كده، بس اوكي. يلا بسم الله. كمان اوكي 8 عدات، نوت باد، رينج كان كويس، التكنيك كان كويس. ماشي. وير دون فور ذا فيرست تشيست موفمنت. خش على تي بارو. طبعا انا بحاول اقلل وقت الراحه سنه عشان الحق اتمرن قبل ما وانزل الشغل، عشان كده تحسوها تمرينه صربعه سيكه، بس بصراحه انا شايف ان هو احسن من ما فيش يعني. اوكي come on up. اوكي ماشي نوت باد. خش برضه باك اوف. جبت تقريبا 6 و7 عدات، فورم 90% 80%.
which is not bad يعني. بس خلينا نخش برضو ايه 10 كيلو، نقل 10 كيلو نخش باك اوف. اوكي باك اوف عشان نبقى خلصنا من الابر باك كده. اوكي طبعا من الافضل انك تريح يعني ايه حبة حلوين، بس انا بريح نينجا مثلا دقيقة ونص دقيقتين، بس ده عشان انا مستعجل. لكن في العادي لو انا يوم اجازة بريح اكتر اكيد يعني. أب. أب. اوكي جود سيت. طيب دلوقتي هنخش فلات دمبل بريس، ومن دلوقتي تقريبا كل التمارين تبقى مجموعة واحدة، عشان بالنسبة لي المين موفمنت هما اول بريسنج موفمنت زي السميث والتي بار رو، ولكن ده بيختلف برضه. يعني انا محتاج اركز اكتر على الابر باك بتاعي والميدل باك، فبالنسبة لي دلوقتي بخلي التي بار رو الاول وبلعبها طبعا مجموعة باك اوف. لكن لو انت عندك شايف ان عندك مشاكل اكتر في اللاتس، ممكن تبدا باللات في الاول خالص، مش لازم تبدا تشيست في الابر يعني. ف يعني ايه بيرسونال بريفرنسز زي ما بيقولوا، ما تمشيش ورا نظام حد كوبي بيست، فاهم؟ كل واحد ليه حياته، كل واحد ليه نظام حياه مختلف، كل واحد جسمه بيستجيب بشكل مختلف. فان انت تاخد تمرينه من حد كوبي بيست لا. حتى على السوشيال ميديا انا منزل مثلا دي تمرينتي ودي تمرينتي بالتمارين اللي انا بحبها بستمتع بيها، شايفها بتجيب معايا تاثير. الموضوع كله في الاستمراريه. يعني انت لو مختار جدول لمجرد ان هو شايفه جدول جامد او سبليت جامد، وانت مش حابب اصلا نص التمارين اللي فيه، مش هتتطور فيها. فعلى ايه بقى؟ خليك ذكي. حتى لو انت مع مدرب وشايفه حاطط لك تمرين العالم كله والابحاث كلها بتقول ان هي تمرينه جامده ومفيش زيها وبتاع، بس انت بتستمتعش بيها يا عم، انت مش حاببها، مش جايه معاك سكه، تاخدها بالعافيه تمرنها بالعافيه. فدي الفكره كلها بصراحه. الجدول يكون مناسب لحياتك، يكون فيه تمارين اللي بتحبها، استمر عليه اطول فتره ممكنه، هنا هتشوف النتائج. من ذا 50s لو انا طبعا قالع النضاره ومش شايف اي حاجه. كمان بسم الله. اوكي عايز انزل بالدمبل على صدري بس خايف عشان المايك، بس ايه نشوف اوكي. Hey, come on. 9. Not bad. دول كانوا 9 عدات. رينج اوف موشن كان لذيذ، كنترول كان لذيذ. كان كفايه بالنسبه لي بصراحه. بالنسبه للتشيست كده محتاجين نخش دلوقتي لات بول داون بالماج جريب قوي، على قد ما بحب الايه الاولد سكولي، عشان كمان بتساعد ان انا اربط الايه الستراب. اوكي ممكن اخش فورمه بسيت صغيره كده عشان بس ايه يعني جسمي يتعود على الحركه. نحط الفول ستاك الجنب بتاعنا بس. فانا بالنسبه لي لات بول داون بصراحه التمرينه ممكن اخش معاها سيتد، ويبقى كده انا نضلنا بالنسبه لي الظهر كله مع التي بار. طبعا هخش مجموعه واحده لحد الفيلير، فمحتاجين يكون ايه اداء بيرفكت عشان اخد اكبر استفاده من التمرين. هظبط ظهري مش اساسي، ولكنه بيديني سبورت لذيذ عشان بحس منطقه الكوره عندي ضعيفه عامه. اوكي اوكي اوكي. انا عضلات ايدي وصلت الفيلير قبل التمرين من كتر اللف، خش بكتر مفيش مشاكل.
الوقت بدأ يتأخر وأنا بدأت أتأخر، وطبعا عشان أنا قاعد برغي وبعمل فلوج فأروح متأخر على الشغل، فاحنا مش عايزين ده، محتاجين ايه نخطف الموضوع سريعا بس في نفس الوقت من غير ما اجي على ايه على استفادتي من التمرين. نقرب دي شوية. اوكي اوف لذيذ لذيذ بس بصراحة تمرين التلات قدام مكانتش ألذ حاجة، معرفش تقريبا عضلات ايدي وجعتني من كتر لف الاستراب كذا مرة، بس مش مشكلة، حاسس الباي اشتغلت شوية بصراحة. فهناخد تمرين تراي، ممكن ناخد كمان معاها تمرين باي و تمرين كتف، مجموعة مجموعة مجموعة، ونمشي عشان ايه نلحق الشغل. سخن كويس بصراحة، وكده كده يعني التراي اوريدي شغالة، دي مجموعة. اوكي اوك ماشي، دقيقة واحدة دروب ست، مفيش مشاكل خالص. سيرت 7 عدات كده كده نوت باد يعني، بس ايه طبعا انا مجموعة واحدة. اوكي لاست وان. اوكي 1 افتكر دايما الدروب سيت والباك اوف سيت دي تولز تستخدمها براحتك، مش محرمه، مش لازم تستخدمها كل تمرينه، بس عادي انا مستعجل بلعب مجموعه واحده، فعشان اتاكد لو وصلت الفيلير على الاخر بلعب دروب سيت. بالنسبه للبايسبس بصراحه بحب العب روب كعمر، التمرينه دي بستمتع بيها جدا بصراحه. اوكي ممكن نخش دمبل كيرل ولا حاجه. اوكي نايس ست. كده بقينا تقريبا كتف، ممكن نخش كيرل ولا حاجه. خش كتف، ده اخر تمرين. التمرين ده لذيذ بس تمام بحسه فوق عشان هو مش بين لودد بليت لود، تحس هو بيوصل لحد كده وبعدين هنا تحس الحركه فصلت، بس طبعا افضل بيعمل الموفمنت بتاعت الكتف الجانبي فهو شغال يعني. فهنخش مجموعه يبقى كده خلصنا ايه تمرينة النهارده. الكتف الامامي بقى ندخله في تمرينة الابر اللي جايه. نظبط الكرسي، طبعا بحب العبه فردي عشان اركز. اوكي اوكي بص بيفصل هنا، تحس فصل ازاي، ممكن اعمل كده غريبة بس قشطة. بيعمل موفمنت كده كده.
اوكي كده خلصنا تمرينة الابر. شغلنا فيها تقريبا معظم اجزاء الجسم العلوي يعني. زي ما قلت طبعا انا بلعب الابر 3 مرات في الاسبوع، فبالنسبه لي مجموعه واحده لذيذه يعني. بس كده اديك ابديت سريعا كده قبل ما امشي. نوت باد، بنحاول في الكاتنج اهو. اوكي بصراحة من نقط القوة عندي بصراحة الكتف، الحمد لله يعني، مع اني ما لعبتش هو تقريبا كتف امامي، بس بومب لذيذ. اوكي كده وي ار دون، خلصنا تمرينة الابر. خش اغير سريعا ننزل عشان نلحق الشغل ونكمل لكم باقي الفلوج. فالوجبة عبارة عن بطاطس وفراخ، الاتنين معمولين في الاير فراير، معاهم اكسترا فيز زيرو، وبس كده. من الاسئله الناس بتسالها دايما اللي هو ازاي مثلا حد ممكن يتمرن وفي نفس الوقت يروح الشغل ويعمل كذا حاجه. هو الموضوع مش صعب او مش مستحيل، لان انا الحمد لله يعني اشتغلت في اماكن مختلفه وفي بيئات شغل مختلفه وفي شغلانات مختلفه عامه، والحمد لله يعني على مدار الاربع خمس سنين اللي فاتوا الحمد لله ما كنتش ببطل التمرين خالص. اي نعم اكلي ما كانش 100%، وده يعني سبب منطقي يخلي ليه عندي مثلا فات شويه كتير. الموضوع كله عشان انا بصراحه كنت عايز الموضوع فعلا، يعني انا فعلا حابب ده، وانا في الاول كمان كنت ان انا الموضوع معايا ان انا عايز اكمبيت كمان، فانا حاطط نفسي في المنتاليتي بتاعت البودي بيلدينج اللي هو لا انا لازم اكل وتمرين ومش عارف ايه. فالموضوع كان بيختلف على حسب يعني على حسب الشغل على حسب كل ده، بس هي المايند سيت واحده ان انا لازم اتمرن. فمثلا كان في ساعات كنت بشتغل كول سنتر في شركه، فالشيفت كان بيخلص الساعه 12 بالليل. طيب انا كنت محتاج اتمرن بعد الشيفت، طيب فكنت بعمل ايه؟ كنت باخد معايا وجبه مثلا شوفان او اي وجبه اللي هي بالنسبه لي بري ورك اوت ميل، واخدها قبل ما اتحرك. انا مشواري كان رينج مثلا ساعه وربع حاجه زي كده، فكنت باخد ايه؟ باخد وجبه واكلها قبل ما اتحرك على طول، بس ان انا انزل اخد القهوه بتاعتي واتمرن على طول بعد ايه؟ بعد الشغل. كنت بس بروح الشيفت ده كان من 4 تقريبا، كنت بتحرك له برده من 3 او 2 حاجه كده. كنت بروح باكل وافضل قاعد لحد الفجر، اصلي الفجر وانام. عشان اكون صريح معاك، انت لو تعمل حاجه زي كده الموضوع معاك مش هيبقى سهل بصراحه. يعني لو انت فاكر انت عايز تعمل كده وفي نفس الوقت تبقى بتخرج كل يوم او بتنزل تقعد مع اصحابك على القهوه كل يوم، مش هتعرف تعمل ده. في الاول وفي الاخر لازم تضحي بحاجات عشان خاطر حاجات. مش بقولك بقى انت هتقطع اهلك وتقطع صحابك والكلام ده كله، طالما انت بتسعى لحاجه معينه فلازم تضحي بحاجات. يعني عادي خلي في الويك اند قابل صحابك مفيش مشاكل، شوف انت عايز تقسمها ازاي، ولكن الفكره كلها ان انت تبقى ملزم نفسك بحاجه. خلاص في اكل بتعمل اكل كل يوم، بتنزل الجيم خلاص انت بتنزل الجيم حسب ايام التمرين ايه. كده يبقى في ايام كتير انت مش قادر تتمرن، طبيعي اي حد مخلص شغل بيبقى تعبان مش قادر يتمرن، حتى لو شغلته انت قاعد 24 ساعه. بس فكره الشغل بقى والمواصلات والكلام ده كله لازم هتشغلك دماغك كده كده. فانت لو قعدت تقول بقى لا ومش قادر ومش عارف ايه مش هتتمرن. خد بري ورك اوت، خد قهوه، خد اعمل اي حاجه، بس لازم تتمرن، فاهم؟ الموضوع مش بقول ان انا بقى خارق وان انا مفيش زي كل ده، بتوفيق ربنا طبعا، يعني ده ما اكيد من غير ربنا ما كنتش عارف اعمل اي حاجه زي كده خالص. ولكن الفكره كلها برضه لازم تكون انت عايز الموضوع كفايه، يعني لازم تكون عايز الموضوع بحيث ان انت لا خلاص هتعمل ده، يعني هتعمل ده. فبس الموضوع زي ما بقول لكم مش مستحيل، ولكن محتاج شويه تخطيط سيكه. ان انت مثلا تيجي مثلا اخر الاسبوع تجهز وجباتك، هتسهل على نفسك الموضوع، هتلاقي نفسك الموضوع مش مستحيل. ولكن الموضوع بس محتاج ايه؟ ان انت تكون عايز وحابب الحوار قوي ومحتاج فعلا تعمل ده، وتحط نفسك بقى في المايند سيت دي اللي هو زي جاي كاتر ما بيقول كده I lived in a box، يعني هو كان عايش زي في البوكس بياكل وينام وقافل على نفسه. فبرضه مش بقولك انت خليك لا ومش اجتماعي وقطع اهلك وقطع صحابك والكلام ده كله، لا يعني
ما تعملش ده. بس وازن بين حياتك العمليه، وازن في نفس الوقت برضه بين صحتك، عشان تلاقي نفسك في الاخر انت كسبان. بس كده، نقابلكم الوجبه اللي بعدها. ودلوقتي جه ميعاد الوجبه الاخيره في الشغل. انا كنت اقسمه على وجبتين، بس ايه، كان عندي شويه شغل، فقلت خلاص ايه برضو نأخر الوجبات شويه ونخليهم كلهم في الاخر. فعندنا اول حاجه جبنا قريش بالقوطه، وهنا بطاطا، المفروض ان هي بطاطا باللبن، بس يعني ايه اللبن زاد شويه بس ما علينا، ولبن رايب. صراحه انا ما بحسبش كالوريز، بقى لي كام يوم كده مكسل في الحوار ده، بس يعني لحد ما ارجع الحوار واظبط الدنيا بحاول ان انا اخلي اكلي يعني ايه هيلثي على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين. بس لان مشكلتي كلها في الاكل عامه بتبقى في الغالب، يعني لما اروح بقى، لو روحت وكان في اي حاجه حلوه في البيت بعمل الواجب معاها بصراحه. فهي الفكره كلها لو عرفت ان انا اظبط الموضوع ده، لا هشوف يعني نتائج لذيذه، خصوصا ان انا المجهود اللي بعمله مع النزول للشغل مع المصارعه مع الكلام ده كله، فهحرق كتير. دي كانت ثالث وجبه في اليوم، لان طبعا اول وجبه كانت كريم فرايس، تاني وجبه كانت الفراخ والبطاطس، تالت وجبه هي دي، وهنشوف اليوم فيه ايه تاني. اخر وجبه معانا بيزك كشري مصري في البيت. طبعا كابتن شادي اكيد فخور بيا دلوقتي. اديناها وضعيه الجلابيه وحبه بلاي ستيشن بقى ايه اخر اليوم كده. نزول البلاي ستيشن، اول تجربه لفيفا 26، حبه ترويق كده.